أطفال الشوارع أصبحوا الآن قنبلة موقوتة في وجه المجتمع المصري توشك على الانفجار في أي لحظة، حيث بلغ عددهم الآن حوالي 10,000 طفل يتجولون في الشوارع ليل نهار، لا يجدون مأوى ولا مسكن ولا أحد يعولهم، وأصبحوا بمثابة هوس يؤرق السياح الأجانب داخل هذه البلاد، حيث ما أن يرون سائح يقومون بالتجول حوله ويعرضون عليه منتجات لا يحتاجها، ويقومون بتسويق سمعة مصر حاليا، بالإضافة إلى تعرضهم لعمليات من السرقة والبلطجة والقتل وتجارة الأعضاء. أعلن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عن نيته لعمل مجمع شامل لهؤلاء الأطفال، يشمل مدينة متكاملة تشمل المساكن والمرافق والمستشفيات ومدارس للتعليم، لكي يتم دمج هؤلاء الأطفال وإعادة تشغيلهم داخل المجتمع وإبعادهم عن الشوارع حتى لا يتم انتهاك براءتهم ويتم استخدامهم في أعمال البلطجة وأعمال الشر. وأعلن المشير عبد الفتاح السيسي عن تكلفة هذه المدينة التي ستقوم ببنائها القوات المسلحة المصرية، وسيتم الاتفاق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي. فيس مصر تجولت داخل شوارع وسط العاصمة وقامت بسؤال هؤلاء الأطفال هل يريدون بالفعل أن يعيشوا في هذه المدينة أم لا، وما الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة لكي يتخلص المجتمع المصري من هذه المصيبة التي تجتاحه، ويتم الاستفادة من هؤلاء الأطفال ولا يصبحون وقودا للبلطجة والشر داخل المجتمع. عمر علي صوتك شوية يا عمر. عندك كام سنة؟ ساكن فين؟ بتشتغل بتبيع مناديل؟ بقالك كام سنة بتبيع مناديل؟ سنتين؟ انت ساكن مع اهلك في منشية؟ اهلك عارفين ان انت بتبيع مناديل؟ طيب انت بتنزل تبيع مناديل ليه؟ باباك مش عايش؟ بتجيب فلوس؟ تشتغل يعني؟ طب انت بتبيع مناديل ليه؟ تشتغل ليه؟ شغال في الازهر بيعمل ايه؟ بتجيب مصاريفك. باباك ومامتك عارفين؟ طيب وانت كل يوم بتنزل من امتى لامتى؟ ساعات بروح المدرسة وبعدين أجازة السنة طول الأجازة يعني. طيب حد بيضايقك هنا وانت بتعمل مناديل؟ حد بيعطل طريقك؟ الشرطة مثلا ممكن تضايقك أو كده؟ طيب يا سيدي لو قالوا لك إن في مدينة لأطفال هتبقى من الأطفال اللي زيك كده هما وأهاليهم هيقعدوا فيها، هتبقى مدينة مبنية كويس وهيبقى فيها رعاية صحية وفيها مستشفيات ومدارس وملاعب، هتبقى مبنية كويس قوي وهيبقى فيها شغل للناس كمان. تحب تسكن فيها؟ ايه؟ ليه ما تعرفش؟ ماشي افرض هما وافقوا، انت توافق؟ ولا لا؟ يا غالي. طب انت بتشتغل عشان تجيب مصاريف، المصاريف دي بتعمل فيها ايه؟ حوش عشان تجيب ايه؟ تجيب كمبيوتر بس؟ شكرا يا عم. حضرتك ايه؟ حسن محمد رزق. عندك كام سنة يا عم حسن؟ عندي 80. عايش هنا في وسط البلد؟ تمام. كان في اقتراح المشير السيسي قالوا ان هو يعمل مدينه لاطفال الشوارع يسكنهم هم واهاليهم فيها ويبني لهم مستشفيات ويبني لهم مدارس ويبني لهم مصانع يشتغلوا فيها، ايه رايك في الاقتراح ده؟ كله كويس ان شاء الله، اذا ما تفعلي خير كله كويس من عند ربنا. يعني انت عايز اطفال الشوارع دول يتلموا؟ نعم. عايزهم يتلموا؟ انا اتكلم على نفسي. في اطفال الشوارع مش كويسين، في اطفال الشوارع كويسين. يعني انت بنت واختي لكن انا بصراحه في كويس وفي حلو. انا مليت بصالح بغيري، انا دافع على نفسي. انت عندك سكن هنا في القاهره؟ ساكن فين؟ ابو العلا. في ابو العلا. طيب هو يعني لو هو يعني الاطفال دول انت عارف ان بيبقى ناس كتير منهم ما لهمش اهل وبيناموا في الشارع وبيتعرضوا للبرد وللخطر، لو هو عمل لهم مدينه كويسه يعيشوا فيها مش دي حاجه كويسه؟ انا برضو الكلام ده ما بيجي حد بيجي عندي. ولا اختلطت بالحاجات دي. انا راجل معوض. بنزل من التاكسي يجي واحد بالليل ياخدني وواحد الصبح يجيبني.
مالك ما اختلطش بحد. طب ما هو المفروض، ما هو انت واحد من الناس، شريحه من الشرائح اللي هتبقى موجوده جوه المدينه دي، وهيوفر لكم معاشات وهيوفر لكم فلوس. انت شايف ان ده كويس؟ اللي انت كله كويس. انت عايزه يعمل ده يعني؟ يعمل خير. الخير ده لكل الناس مش ليا انا. طبعا. وانت منضم. تمام. والدكتور منضم. تمام. ونهارنا فل. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. حضرتك عندك كام سنه؟ في مدرسه ولا لا؟ انت منين اصلا؟ من سوهاج. وقاعد فين هنا؟ قاعد مع مين هنا في منشية نصر؟ مع اهلك؟ طيب وانت بتشتغل من ايه في وسط البلد؟ بتبيع مناديل؟ بتكسب كويس من بيع المناديل؟ طيب اهلك عارفين ان انت بتبيع مناديل؟ انت اللي بتصرف على الاسره؟ امال الفلوس اللي بتبيع بيها بتعمل بيها ايه؟ طب مامتك عارفه انت بتشتغل؟ سامحالك يعني بده؟ هو انتوا حالتكم الماديه ما تسمحش؟ انتوا فقراء يعني؟ يعني فقير مش عندك فلوس، باباك مش موجود، مش بيجيب لك فلوس؟ هو عارف ان انت بتشتغل؟ علي صوتك. علي صوتك شويه. عارف ان انت بتشتغل؟ في حد هنا بيضايقك في وسط البلد لما تيجي تبيع مناديل؟ في زباين بيضايقوك؟ حد بيبص لك بصه تضايقك؟ انت مبسوط ان انت بتبيع مناديل؟ قول الحقيقه، مبسوط؟ ليه بقى؟ وانت بتكسب كام من المناديل في اليوم؟ طيب بتاخد الفلوس ولا بتديها لمامتك؟ يجيبوهم ايه بقى؟ لا علي صوتك، بتقول ايه؟ بتجيب كورة بالفلوس الباقية كل مرة؟ ساعات كورة مش كل يوم كورة انت بتروح المدرسة في الدراسة وبتعمل ايه في الأجازة؟ انت زعلان ان هما بيأجلوها؟ عايز ترجع المدرسة؟ يعني ما بتحبش الشارع؟ انت هتفضل تبيع مناديل لحد امتى؟ علي صوتك. طب انت مش المفروض من حقك تلعب مع زمايلك في الشارع وكده وما تشتغلش؟ ايه اللي بيخليك تشتغل؟ حد بيضايقك وانت جاي من منشية نصر لحد هنا؟ بتروح امتى يا محمد يا مصطفى؟ على العشاء. انت مبسوط؟ مش نفسك تبقى تتدرب في نادي او يبقى عندك اصحاب او تبطل تنزل الشارع وتنام وتصحى براحتك؟ غصب عنك؟ انت مغصوب على ده. طيب لو قالوا لك ان في مكان هيحطوا فيه الاطفال بتوع مناديل كلهم، مكان كويس، بيت حلو ونادي ومدرسه كويسه ودكاتره كويسين، بس كل واحد يعيش مع اهله في المكان ده، والدوله بتعمل ده، السيسي عايز يعمل ده، توافق على ده؟ ايه؟ وانت كمصطفى تحب ان انت تبقى موجود في مكان كويس؟ انت مش عاجباك العيشه في منشية نصر؟ مكان وحش صح؟ نفسك في ايه مصطفى؟ وعلي صوتك عشان اسمعك. الصراحة يعني انت نفسك يبقى عندك البيت. طيب نفسك يبقى عندك لبس جديد؟
ماشي يا مصطفى، شكرا لك.